عارفين احساسكم لما بتصحوا من النوم ليكم مزاج تطبخوا اكله رايقه؟ انا النهارده كنت صاحيه مزاجي رايق ونفسي اعمل اكله حلوه. عملت ورقه ريش بالخضار حلوه حلاوه انتوا مش متخيلينها. اول حاجه جبت اللحمه بتاعتي ورصيتها في صينيه، ويا ريت تكون الصينيه واسعه شويه علشان تقدر تتبل براحتها. وبعد كده تبلتها بالطريقه البيزك العاديه جدا بملح وفلفل اسود، وبنقلبها على الناحية التانية برضو بدلها كده رشة من الفلفل الأسود والملح. أنا دايما بحس إن اللحمة من أكتر الحاجات اللي ما بحبش فيها اختراعات، لا بحب أحط فيها توابل أو بهارات كتير. هي بتبقى حلوة جدا طول ما كانت البهارات والتوابل بسيطة. وبعد كده بنعصر عليها حوالي ليمونة أو ليمونة ونص. ده كان حوالي كيلو من اللحمة وعصرت عليه ليمونة. وبعد كده بننزل عليها بنقطة صغيرة من الخل، حبة صغيرين جدا بس ده بيطري الأنسجة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون اختراع عملتها ان انا حطيت عليها شوية من دبس الرمان، ده الاختلاف عن طريقتي من طريقة الامهات زمان. بس دبس الرمان بجد بيديلها طعم حلو، ورشة بسيطة من جوز الطيب، ده طبعا حسب الرغبة. وبعد كده هننزل عليهم بشوية من دي عبارة عن مية من مية بصل ومية طماطم. تمام. وبعد كده بقى بنجيب الخضار بتاعنا بنقطعه. الطبخة دي بتقبل أي نوع من أنواع الخضار. أنا هنا كنت قطعت بطاطس وجبت فلفل ألوان وفلفل رومي أخضر وطماطم، أي نوع، وجزر، أي نوع خضار هتنفع مع الأكلة دي. في ناس بتحب تزود فيها كوسة بس أنا مش من محبين الكوسة قوي. وفي ناس بتكتفي بس بان هي بتقطع بطاطس وبصل بس، هو البصل فيها هو الحاجة الوحيدة اللي أساسي. في ناس ما بتحطش فيها خضار غير بتحط معاها بس بصل، فده حاجة ترجع لكم انتم. انا هنا قطعت الخضار، بنلاحظ ان احنا بنقطع الخضار مش رفيع قوي ومش صغير قوي علشان الخضار بتاعنا ما يتهريش معانا. بنقطعه كده بحجم يكون متوسط علشان الخضار يستوي معانا حلو، وفي نفس الوقت يكون طري وما يكونش مهري ويدي طعم حلو. بس طبعا كل ما كان الخضار متنوع وكتير كل ما بيبقى ميكس الفليفرز حلو قوي. بعد كده هنجيب البصل بتاعنا. انا هنا عملت ميكس ما بين البصل الابيض والبصل الاحمر. البصل الابيض بيبقى فيه الطعم المسكر، والبصل الاحمر برضو بيبقى ليه طعم حلو. قطعت البصل بتاعي شرايح جوليان. وبعد كده دي برضو خطوة مهمة قوي، ان احنا بنتبل البصل بتاعنا بملح وفلفل اسود، وببدأ ادعكه بايدي حلو قوي علشان يطلع كل الفليفرز اللي فيه. بعد كده بقى في صينية كبيرة نزلت باللحمة بتاعتي اديلها كده تشويحة. في ناس بتعملها بتطبخها كده على طول ني في ني، بس انا بصراحة بحب ادي للحمة كده صدمة وتشويحة وبعد كده احطها في الفرن. انا هنا اديت للحمة لون، انتوا طبعا بتحمروا اللحمة حسب درجة اللون اللي انتوا عايزينه. وفي صينية تانية او ووك، بس انا الووك بتاعتي كانت صغيرة شوية على كمية الخضار، نزلت هنا بالخضار بتاعي برضو اديله كده تشويحة ياخد طعم حلو. نزلت بالخضار والبطاطس، وبعد كده هننزل عليهم بشرايح البصل بتاعتنا، وهننزل عليهم بفصين من الثوم، ودي كانت عبارة عن معلقتين صلصة متدوبين في شوية مية، وهنديلهم تقليبة مع بعض كده لحد ما نحس ان الخضار بتاعنا بدأ يتحمر ويدبل شوية. وبعد كده زودت بس معلقة صغيرة من الملح لان انا كنت متبلة البصل وكمان اللحمة فيها التوابل بتاعتها. اخر حاجة خالص انا هنا جبت الورق الحراري وحطيت عليه ورق زبدة من فوق. حطيت الاول اللحمة وبعد كده حطيت الخضار بعد ما كنت سبتهم حوالي على النار تلت ساعة. ده بيقلل الوقت اللي بتاخده في السوا في الفرن. ونزلت عليهم بشوية من الزيت، وبعد كده بنقفل الورق كويس جدا جدا علشان نضمن ان البخار مش هيطلع. وكنت فاتحة الفرن قبلها على درجة حرارة 200 سايباه يسخن. وبعد ما قفلت ورقة اللحمة بتاعتي كويس جدا حطيتهم في صينية وخليت ان اللحمة تكون هي اللي فوق علشان الخضار ياخد من الطعم بتاع اللحمة، ودخلتهم في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة حوالي ساعة ساعة وربع. ودي لما خرجت انتوا مش متخيلين طعمها وريحتها كانت عاملة ازاي في البيت. حاجة حلوة جدا، وفي نفس الوقت انا شايفة ان هي ممكن مرهقة شوية في تقطيع الخضار مش اكتر من كده، بس الطعم والريحة حقيقي يستاهل ان انتوا تجربوها. وفي نفس الوقت هتبقى حلوة جدا جدا لو انتي عندك عزومة.
جربوها وقولوا لي رأيكم، وألف هنا.